قدم مرتزقة السليمان شاه عرضا لمرتزقة الجبهة الشامية يتضمن تخليهم عن السيطرة الأمنية على قريتين في ناحية شيء مقابل مبلغ مالي كبير، في حين رفض مستوطنون متطرفون صلاة الجمعة خلف إمام أحد جوامع ناحية راجو بحجة أنه كردي ولا تجوز الصلاة خلفه. أكدت مصادر محلية أن مرتزقة سليمان شاه قدموا مؤخرا عرضا لمرتزقة الجبهة الشامية يتضمن بيعهم قريتين في ناحية شيء بريف عفرين المحتلة، هما أرندي ومستكو، الخاضعتين لسيطرة مرتزقة العمشات مقابل مبلغ مالي كبير دون أن تتمكن المصادر من تحديده، إضافة لمنحهم السيطرة الأمنية على قرية كوخري في ناحية موباتو. إلى ذلك شهدت ناحية راجو توترا بعد اعتراض مستوطنين متطرفين على قرار رئاسة الشؤون الدينية التركية ديانيت التابعة لحكومة أنقرة بتعيين إمام وخطيب كرديين في إحدى جوامع البلدة، حيث رفض المستوطنون أداء صلاة الجمعة الفائتة خلف الإمام إبراهيم نعسان في الجامع الفوقاني في راجو بحجة أنه كردي ولا تجوز الصلاة خلفه. وكانت رئاسة الشؤون الدينية المرتبطة بالرئاسة التركية مباشرة قد عينت كل من المواطنين إبراهيم نعسان إماما ومصطفى بلال خطيبا في الجامع الفوقاني في راجو. من جهة ثانية يفرض مرتزقة لواء سمرقند التابع للاحتلال التركي إتاوات على المزارعين الكرد في 12 قرية يحتلونها بريف عفرين المحتلة. وأكدت مصادر في ناحية جندريسي أن المرتزقة فرضت إتاوة مقدارها $2 على كل شجرة زيتون يمتلكها المزارعون الكرد، وهددت الممتنعين عن الدفع بقطع أشجارهم وبيعها كحطب تدفئة. ويتخذ مرتزقة لواء سمرقند من قرية كفر صفري مقرا لهم علاوة على احتلالهم ل12 قرية أخرى، ويعتبرون من الجماعات المهجنة عرقيا إذ لديهم مرتزقة من آسيا الوسطى وخاصة